السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله جيت من امتحان الفيزياء، فانت كده خلصت فيزياء وعربي. يعتبر ثانويه عامه اصلا خلاص شبه خلصت، بعد اصعب مادتين بجد ما يعتبر خلاص الحمد لله خلصوا. فطمنوني في الكومنتات كده قولوا عملتوا ايه في امتحان الفيزياء، والامتحان كان اخباره ايه. ولكن الاهم من الفيزياء كالعاده هو الانجليزي اللي بعده، لان الانجليزي للاسف هي اقل ماده قبلها وقت، فانت لازم بجد والله تستغل كل ثانيه فيها. وطبعا الاهم ان انت تسيب الفيزياء بحلوها وبوحشها وما تقعدش تراجع طبعا الامتحان، ما تراجعش الله يرضى عنك. وزي ما قلت تبص الانجليزي هو مدته قليله جدا جدا، فمحتاج ان انت كل ساعه تكون عارف انت تعمل ايه فيها وماشي على خطه معينه. فكمل معايا الفيديو كده اقول لك ازاي تستغل اليومين ونص اللي قبل الانجليزي دول ساعه بساعه بالظبط، وان شاء الله ازاي تخلص المنهج كامل وتراجعه كله، سواء الكلمات او الجرامر او السكيلز او القصه او كل الحاجات دي. والاهم طبعا ان انت تحل اللي انت محتاج، ان انت تحل شوامل كتيره، وانا عارف ان انت فاضلك سنين سابقه وفاضلك نماذج استرشاديه. فما تنساش طبعا لايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاصحابك، وكمان يجي لك الاشعار بتاع الماده الجايه عشان ان شاء الله تضمن اعلى درجه فيها. طيب بص يا عم، انت المفروض ان انت عندك يومين ونص النهارده، فما فيش حاجه اسمها تضيع اول نص يوم ده، لان هم كلهم يومين ونص مش 100 يوم عشان تضيع النص يوم ده. فانت من دلوقتي كده هتروح تهدي نفسك شويه، تجيب كتب الفيزياء تنام شويه وترجع جسمك كده لطبيعته، تبدا بعدها تطلع كتب الانجليزي. هيبقى مثلا معاك من العصر لحد ما انت بتنام مثلا بالليل. هتعمل ايه في النص يوم ده؟ ان شاء الله هتعمل شويه حاجات كتير. اول حاجه المفروض انت تكون تعملها ان انت هتراجع الجرامر كامل، وان شاء الله هنخلص السكيلز وكمان هتخلص القصه. ازاي هتعمل كل ده في نص يوم؟ ببساطه هقول لك. بص يا عمي، القصه لو انت حابب ان انت تقراها على السريع وعارف ان انت تقراها ومش هتاخد منك وقت، اقراها على السريع. يعني قراءه كل فصل مثلا 4 5 صفحات انت بتقراها على السريع. من انت لا انت هتوه من قراءتها وكلام زي كده. ففي فيديو كده كان شرح القصه كلها في ساعتين ونص، فانت ادخل اسمع الفيديو وركز كده فيه، وعباره عن هي قصه، وان شاء الله السؤالين ثلاثه اللي هيجوا لك عليها انت تعرف تجاوبهم. يبقى بالنسبه للجرامر، ازاي هتخلص الجرامر بتاع 12 يونت في النص يوم ده؟ ببساطه الجرامر بتاع المنهج مش محتاج ان انت تقعد تقراه كلمه بكلمه، وما اكدبش عليك مفيش وقت ان انت تقعد تقراه بكلمه بكلمه. انا السنه اللي فاتت راجعته من الملخص. طب فين الملخص ده؟ بص يا عم، هتلاقيني كده بعت لك على جروب التليجرام مذكره فيها كل الجرامر بتاع المنهج في حوالي 17 ورقه بس. انت هتقرا كده الجرامر، وانت اكيد طبعا عارف تقسيمه اليونتات، هو مكتوب لك يونت واحد والجرامر بتاعه والتلخيص بتاعه. هتيجي انت تذاكر اكنك بتذاكر الجرامر لاول مره، هياخد منك يا عم 3 4 5 ساعات عادي. انت بتذاكر الجرامر، والجرامر انت عارف ان هو عليه اسئله كتير. كل ده احنا بنحاول ان احنا نخلص المنهج كده على السريع وبدون كروته كمان، عشان تعرف بعدها تفضل الحل. وكل ده يوم زي ما قلت لك اصلا في يومين ونص. طب يا عم خلصت كده يعتبر القصه، خلصت الجرامر الحمد لله وراجعته كويس جدا. طبعا لو في اسئله انت كنت معلمها على الجرامر او اي معلومه راجعها. نيجي بقى بالنسبه للسكيلز، وهي غالبا اصلا دي الاسئله اللي بتكون على درجتين، فما ينفعش ان انت تضيع درجتين في الحاجات التافهه دي. بص يا عم، السكيلز دي لو انت ما بداتهاش خالص، في فيديو كده 3 ساعات ادخل اسمعه كده كده هتسرعه على السريع وتشوف ايه وتركز معاه. طيب يا عم دلوقتي خلاص استمعت شرح السكيلز، تيجي بعدها ترجع للكتاب بتاعك وتقرا كده ايه الحاجات بتاعته، او تذاكر المذكره اللي المستر بيشرح معاها في الفيديو بتاع اليوتيوب كده وتركز معاه. يبقى انت كده خلصت السكيلز، وان شاء الله درجات السكيلز مضمونه، ولكن محتاجه بس انت تذاكرها كويس. وبكده الحمد لله تكون انت في نص يوم ده النهارده خلصت مثلا الجرامر في حوالي 3 4 ساعات، خلصت كمان يعتبر السكيلز برده في ساعتين 3، خلصت القصه يعتبر برده في ساعتين 3. فان شاء الله تكون خلصت اصلا كل الكلام ده لحد قبل ما تنام مثلا وانت سهرت. تبقى بالنسبه للكلمات المنهج اللي هي كبيره كبيره كبيره، وبجد يعتبر هي عليها الكم الاكبر في امتحان اخر السنه، حتى ولو ما جاتلكش في صيغه مباشره مثلا في الاختياري هتلاقي مثلا جالك في القطعه، فانت لازم تكون عارف الكلمات بتاعتك بتاع المنهج. طيب الكلمات كبيره جدا، تعمل ايه؟ بص يا عم، هتيجي بكره ان شاء الله هتراجعها كامله، هتراجع كل الكلمات بتاع ال 12 يونت. طب في وقت كده؟ في وقت، ولكن يعني راجع بعقل شويه. وانت بتراجع عارف مثلا الكلمه دي كانت بتتكرر كتير في الاختياري، عارف والله مش عارف الفرق بين الصحيفه التقليديه والصحيفه العالميه وكل الكلام ده، فانت المفروض انت عارف كل الكلام ده، فتركز على الكلمات دي جامد. طيب والله في مثلا كلمه لها 900 مضاد و900 معنى، ادي يا عم اقراهم وان شاء الله معظمهم يثبت، مش شرط تثبتهم مثلا 100%، لكن الغرض طبعا ان انت تعدي على كل الكلمات بتاع المنهج زي ما قلت لك، لازم تراجعها سريعا. وبس كده يا عم هنكون الحمد لله راجعنا الكلمات، راجعنا الجرامر، راجعنا السكيلز، راجعنا كمان يعتبر القصه، كده يعتبر شبه رجعت كل الفروع بتاع الانجليزي. نيجي بقى لاخر يوم ان شاء الله هو هيكون حل بس. اخر يوم ده طبعا اهمهم لان هو يعتبر تطبيق على كل اللي فات. اخر يوم ده بص يا عم، الشامل بتاع الانجليزي مش بتاخد منك وقت زي شامل الفيزياء ولا شامل العربي، فاقسم بالله انت لو شديت حضرتك ممكن تخلص شامل الانجليزي في ساعه اصلا. الاهم دلوقتي اول ما تصحى بدري كده هتحل لك كام شامل، هتحل لك بتاع 3 4 مثلا سنوات سابقه او نماذج استرشاديه، هتحل الشامل كامل، يعني هتحله بكل القطع اللي فيه، بالترجمه اللي فيه، بكل حاجه فيه. اخر اليوم بقى لحد كده ما تنام مثلا ممكن تحل كل السنين السابقه، من الظهر بقى مثلا لحد اخر اليوم مش هتكون بتحل شامل، ولكن هتكون برضو بتحل شامل. ازاي؟ يعني هتجيب كل السنين السابقه، كل النماذج الاسترشاديه، وتحل كل الاختيار اللي فيها.
طيب بالنسبه للقطع يا عم، انت خلاص فاضل لك مثلا كام ساعه على الامتحان، تقعد تحل فيهم القطع انت خلاص يعني حليتها في كام شامل وحليتها خلال السنه، فانت مش مستفيد بيها دلوقتي. ولكن دلوقتي احنا عاوزين نركز اكتر على الكلمات، نركز على الجرامر، نركز مثلا على الاسئله بتاع القصه والسكيلز. فزي ما قلت لك كده، انت تمسك الشامل هتحل كل الاختيار اللي فيه، سيب يا عم القطع، سيب الترجمه وسيب الكلام ده، اركن دلوقتي. تيجي بعدها الشامل اللي بعده، حل كل الاختيار اللي فيه، وهكذا. هتلاقي نفسك اقسم بالله بجد لو شديت حيلك على اخر اليوم حليت كل السنين السابقه، وحليت كمان كل النماذج الاسترشاديه. وبس يا صديقي اعمل كده وان شاء الله تضمن اكبر درجه في الانجليزي. ما تضيعش درجات الانجليزي من ايدك، الانجليزي والله لحد ما درجه مضمونه، بما ان هي فيها قطع وفيها حاجات خارجه كده عن المنهج، فانت ممكن تضمن فيها درجه كبيره ان شاء الله لو شديت حيلك. وطبعا كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هبعتها لك ان شاء الله على جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، فما تنساش تدخل فيه. وطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان الفيديو يوصل لاصحابك ويستفيدوا زيك. وبس اشوفكم في فيديو جديد. سلام.